في مطبخ التوفير مع ام محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بقى هنحضر الغدا مع بعض. هنعمل اللحمه المستورده او اللحمه المجمده، زي طلع منها احلى شوربه بطريقه سهله وبسيطه. شايفين شكلها في اول الفيديو عامل ازاي؟ شوربتها رايقه وجميله وهي لونها فاتح مش غامق. طريقتنا النهارده سهله وبسيطه للحمه المستورده، وهنعمل مع بعض الغدا النهارده. اول حاجه مع بعض عندي هنا اللحمه المستورده، دي حوالي كيلو الا ربع من اللحمه المستورده. انا جايبه كيلو الا ربع من اللحمه المستورده الموزه، يعني لما تيجي تشتريها. جبتها وغسلتها كويس، حطيتها في طبق فيه ميه، وكم ورقه من اللورة، وكم عود صغير من القرفه، وبصلايه وحبهان، كم يعني عود من القرنفل. لو عندك فلفل اسمر حب مش مطحون حطي كمان. سبتها في الميه دي، يعني في المحلول ده، نص ساعه. جبت نص كيلو من البطاطس وقطعته مكعبات. انا هعمل معاكم النهارده طبيخ يعني غاز مطبوخه، وهنعمل مع بعض اللحمه زي ما شفتها في اول الفيديو بطريقه سهله وبسيطه. الناس اللي مش قادره تجيب لحمه بلدي، هطلعي النهارده لحمه من اللحمه المستورده، شوربه بجد طعمها جميل، وكمان اللحمه ما تكونش غامقه. جربوها بالطريقه دي بجد هتعجبكم. بس يا ريت لو عجبك فيديو النهارده تنوري بقى بالاشتراك في القناه بقى، وتسيبي لي كومنت يشجعني مطبخ التوفير مع ام محمد. انا بقى هخلص اقطع كل كميه البطاطس دي، بعد كده يعني اغسل اللحمه واشطفها كويس من البهارات والتوابل دي. بعد كده بقى نروح على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه مع بعض. يلا بينا. اول بقى حاجه عندي هجيب حله على البوتاجاز واسخنها كويس، وانزل فيها بمعلقه من السمنه، وحاطه يعني ميه سخنه بتغلي برضو للحمه في الحله التانية على البوتاجاز زي ما انتم شايفينها. هنزل بقى بمعلقه السمنه، اي سمنه عندك، السمنه اللي بتستخدميها في البيت، واسيح السمنه كويس. انا عايزه السمنه تسيح معايا. طريقه اللحمه دي بجد هتعجبكم، جربوها، هتديكي شوربه كويسه واللحمه يكون لونها فاتح وجميل، هتحس انها لحمه بلدي. وعندي جبت بقى اللحمه بعد ما غسلتها كويس صفيتها من الميه. عندك قطعتين من الدهن، نزلت بيهم بقى بالسمنه. لو ما عندكيش دهن برضو استخدم خطوه الدهن وانزلي باللحمه على طول. بس انا بجيب كيلو من الدهن واقطعه مكعبات واسيبه في الفريزر، بطبخ منه، بحب اقطعه يعني، مش بحب اقطعه. نزلت بقى باللحمه، انا عايزه ادي اللحمه صدمه معايا. شايفين شكلها بجد جميل جدا. جربي تعمليها بالطريقه دي زي ما قلت، هيديك نتيجه كويسه وبجد طعمها بيكون جميل. هنزل بقى بكل كميه اللحمه اللي معايا واديها صدمه، وبعد كده ابدا اقلبها بقى في معلقه السمنه. هقلبها تاخد معايا صدمه. قلبتها، هنزل بقى عليها بمعلقه من الفلفل الاسمر. انا مش هحط بهارات كتير في الشرب، انا هستكفي بالملح والفلفل بس، زي ما كانوا اهالينا يعني ايه بيطبخوا زمان. انا مش عايزه اغير طعم الشوربه. ممكن تحط اللورة والحبهان، الاكل اذواق، ممكن تحط اللي يعجبك، بس انا هستكفي بالملح والفلفل. انا عايزه طعم الشوربه يكون جميل زي ما كنا بنعمله زمان من غير منكهات. قلبتهم بقى مع الفلفل الاسمر. هنزل بقى عليهم بالماء المغليه اللي احنا سخناها مع بعض يعني. زي ما قلت انا مش هضيف حاجه في الشوربه، يعني هستكفي بس بالملح والفلفل. بس ما احطش الملح دلوقتي، يعني الملح في الاخر عشان اللحمه المستويه تاخد سوا، والملح بيأخر السوا، فعشان كده انا يعني هسيب الملح للاخر. نزلت بقى بالميه المغليه، هيديكي شوربه بجد جميله جدا. جربي الطريقه دي بجد هتعجبك. هنزل بقى ببصلايه صغيره وحبتين من الطماطم، واغطي بقى عليها واسيبها لغايه اما تغلي معايا، وبعد كده اهدي عليها النار واسيبها لغايه ما تكمل سوا على نار متوسطه. شايفين شكلها ما شاء الله، يعني الشوربه رايقه مش عامله ريم ولا حاجه. زي ما قلت هدي عليها النار واسيبها تكمل سوا معايا. ده شكلها خلاص دخلت في السوا عندي. انا مسويها على نار هاديه ما شاء الله. زي ما قلت الشوربه رايقه ما فيهاش اي ريم ولا اي حاجه خالص. انا ما شلتش ريم من على الوش ولا اي حاجه خالص. شايفين شكل اللحمه لونها فاتح وجميل، مش لونها غامق معاكي، والشوربه ما شاء الله رايقه. هي خلاص دخلت في السوا. انا بقى هظبط لها الملح واطفي بقى عليها، هي خلاص كده استوت معايا. جربي زي ما قلت الطريقه دي بجد هتعجبك. هظبط بقى الملح واديها غلوه واطفي عليها ونكمل مع بعض الغدا. دلوقتي بقى هنحضر مع بعض الغدا بتاعنا. هنعمل مع بعض الفاص المطبوخه، هي ما بتاخدش وقت وبتكون مستويه معاكي. عندي بقى في الحله التانية نزلت برضو بمعلقه من السمنه، معلقه متوسطه مش كبيره، وهسيح السمنه كويس لحد السمنه تسخن معايا. وهنزل عليها برضو بقطعه من الدهن. زي ما قلت انا عندي الدهن في الفريزر متقطع مكعبات صغيره. لو ما عندكيش الدهن اطبخي عادي يعني بالسمنه.
نزلت بقى بخفيف من الدهن، اسيحهم بقى مع السمنة، اديهم تقليبة مع بعض. بعد كده انزل عليهم بصلاية مفرومة صغيرة، واقلب بقى البصلاية لغاية تاخد معايا لون ذهبي. ما بتاخدش وقت، تكوني مخلصة الغدا يعني. بصلاية عندي احمرت معايا، هنزل عليها بصلصة طماطم. انا بعمل الصلصة في اول اسبوع واحفظها في الفريزر وبطلع منها الاستخدام، بحب اكون مجهزة حاجتي يعني. نزلت بقى بالصلصة، هديهم بقى تقليبة مع بعض لغاية ما الصلصة تفك عندي، عشان البصل متحرقش عندي، عشان البصل يعني الصلصة يعني مجمدة لسه. الصلصة خلاص عندي فكت، هظبط لها بقى الملح والفلفل. زي ما قلت انا هستكفي الملح والفلفل بس، مش هحط بهارات كتير، ده الاكل اللي احنا اتربينا عليه زمان. اهينا زمان ما كانش بيستخدموا الملح والفلفل. تبدا ظبطت بقى الملح، واحط بقى معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، واديهم تقليبه مع بعض. واجيب بقى البطاطس اللي احنا قطعناها في اول الفيديو مع بعض، النص كيلو البطاطس اللي احنا قطعناه، انا برضو غسلته كويس وصفيته من الميه. هنزل بقى فيه بالتخديعه او بالصلصه، واديهم تقليبه مع بعض. البطاطس ما بتاخدش سوا، بتستوي على طول، هما غلوتين وتكون مستويه معاكي، ما بتاخدش وقت يعني. اديهم بقى تقليبه مع بعض، بعدين بقى اسقيها من الشوربه وشوربه اللحمه. هظبط لها بقى يعني ايه يعني الشوربه، هسقيها من الشوربه. شايفين شكلها بجد رايقه وجميله، جربوا اللحمه زي ما قلت بالطريقه دي بجد هتعجبكم. هظبط لها بقى مقدار الشوربه واخليها تاخد غلوتين واطفي عليها النار، ان البصل ما بتاخدش سوا معايا عشان ما يتهريش منك. مجرد غلوتين بس، انا ظبط لها معيار الشوربه. هسيبها تاخد غلوتين واطفي عليها، نكون خلصنا معانا بقى اللي يعني ايه، سوينا بقى اللحمه وطبخنا معانا الخضار البطاطس معانا. هنعمل مع بعض دلوقتي بقى الرز. هعمل معاكم الرز النهارده حبه وحبه. جبت بقى حله على البوتاجاز، نزلت فيها حوالي ب4 معالق كبار من الزيت، وعندي هنا حوالي كوبايتين من الرز يعني. انا بقى هفضل اقلب في الرز لغايه ما يتحمر معايا ياخد اللون الذهبي الجميل. الرز حبه وحبه بيكون طعمه جميل، بس بياخد وقت في التحمير. خلاص بدأ ياخد لون معايا زي ما قلت، هو بياخد وقت. خلاص بقى اتحمر معايا واخد اللون الذهبي الجميل. هنزل بقى بقيت كميه الرز، زي ما قلت كميه الرز حسب عدد افراد الاسره، اعملي الكميه اللي تناسب عدد افراد الاسره عندك. نزلت بقى بالرز بتاعنا المصري المغسول، انا غسلاه ومصفيه كويس. هنزل بقى بكل كميه الرز عندي، وابدا بقى اشوحهم مع بعض. بجد بيكون ريحته جميله الرز حبه وحبه، جربوا الطريقه دي بجد هيعجبكم برضو. تعملي بقى رز حبه وحبه، الاكل اللي احنا اتربينا عليه زمان. هديهم بقى تشويحه مع بعض. طبعا كلنا بنعرف نعمل الرز. واظبط له بقى الملح، واظبط له بقى مقدار الميه. اظبط له بس الملح الاول وانزل عليه بالميه واقلبه تقليبه. اول ما يتشرب معايا هدي بقى عليه النار واسيبه لغايه ما يكمل سوا. كده خلصنا الغدا بتاعنا. غدانا النهارده في نص ساعه هتكوني عاملاه. هقلبهم بقى واغطي عليهم. كده بقى خلصنا الغدا. نشوف بقى الاكل بعد ما استوى. ده شكل بقى اللحمه بعد ما استوى طلعتها. ممكن تحمريها في معلقه من السمنه وتحطي عليها رشه فلفل اسمر، بس انا حبيت اوريها لكم كده يعني، احنا بنحبها يعني كده. ممكن تحمريها زي ما قلت. شايفين شكلها بجد لونها فاتح وجميل، والشوربه بتاعتها بجد جميله، رايقه وجميله جدا، لونها بجد طعمها جميل يعني، شربتها زي الشوربه البلدي وهي شكلها بجد جميل. ودي بقى شكل الرز بعد ما استوى، رز مفلفل برضو جميل. هجيب بقى عندي بقى البطاطس، فرفتها برضو في الاطباق. ده كان الغدا بتاعنا النهارده، فكره بسيطه يا ريت تعجبكم. طبق التاني برضو من البطاطس، ممكن تعملي جنبها طبق من السلطه، بس انا استكفيت يعني بالاكل كده. جربوا بقى غدانا النهارده، ويا ريت بقى لو عجبكم الفيديو تنوروني بقى بالاشتراك في القناه بقى، وتسيبولي كومنت يشجعني. مطبخ التوفير مع ام محمد.